الزمالك قبل يوم الخميس هيكون متعاقد مع لاعب اجنبي بموافقه جوميز. تاني، الزمالك قبل يوم الخميس هيكون متعاقد مع لاعب اجنبي بموافقه جوميز. طيب، غير كده هل الزمالك هيكتفي باللاعب الاجنبي؟ قولا واحدا ان في 2 لعيبه مصريين ما زال الزمالك بيفاوضهم عشان يكونوا متواجدين الفتره اللي جايه باذن الله. 2 لعيبه مصريين غير اللاعب الاجنبي. هل ممكن يتم حسم اللاعب الاجنبي قبل يوم الخميس اللي هو قبل يوم 12 عشان يكون مقيد ويلعب السوبر الافريقي؟ ده قولا واحدا هل 2 اللعيبه المصريين يخلصوا قبل يوم 12؟ الله اعلم، ممكن لعيب يخلص، ممكن 2 لعيبه يخلصوا، ممكن ولا لعيب، لكن في النهايه المؤكد ان هم شغالين على اللاعب الاجنبي عشان يتم قيده قبل نهايه الفتره اللي هو يوم 12، عشان بعد يوم 13 اي لعيب هيقيد يوم 13